السبب الحقيقي والوحيد لاختيار ميسي اللعب في الدوري الأمريكي الممتاز ورفض العودة من الباب الكبير لفريق برشلونة ورفض العرض المغري ماليا للدوري السعودي بالتحديد لفريق الهلال السعودي هو لابورتا رئيس نادي برشلونة الخبيث جدا، لأنه ضحك على الجميع وخاصة جماهير نادي برشلونة، لأنه وعدهم بجلب ميسي وفي الأخير كذب وضحك على الجميع بما فيه الدوري الإسباني، لأنه الدوري الإسباني سهل الأمور ولم يعقد على إدارة برشلونة لجلب النجم الأول في عالم كرة القدم ليونيل ميسي من جديد لفريق برشلونة والدوري الإسباني. لكن لابورتا لو كان بده بالأساس ومن الأول لبيع كل من فاتي وتوريس وسيرجيو روبرتو لتوفير المال لصفقة ميسي. أب ميسي في اللقاء الشهير هذا الأسبوع الذي الجميع تحدث عليه مع رئيس نادي برشلونة لابورتا أخبرهم من خلاله أن ميسي قرر بصفة نهائية اللعب في الدوري الأمريكي الممتاز لأنه لم يجد الاهتمام من عرض إدارة فريق برشلونة. لابورتا لهكذا اطلاقا تعامل نجم بقيمة ليو، لأنه ميسي أولا ومن ثم البقية. حمدون، لماذا هذه كل الفرحة عندما سمعت أن ميسي سيذهب للعب للدوري الأمريكي ولن يأتي للعب في الدوري السعودي؟ هذا لا يعني أن ميسي ضد دين الإسلام أو المسلمين لأنه قرر الذهاب لأمريكا ولم يأتي إلى السعودية. في الأخير لا تنسوا تفعيل جرس الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا المقطع الفيديو مع الأصدقاء، وشكرا.